تخيل إنك استلمت مرتبك يوم 1 في الشهر، قعدت تصرف وتدلع نفسك وتشتري كل اللي نفسك فيه، وفجأة يوم 15 في الشهر اكتشفت إنه الرصيد 0. انت ما كملتش الشهر صيام، انت كملته أكل وشرب ولبس عادي جدا، بس بالدين. أهو ده بالظبط اللي احنا بنعمله في كوكبنا. احنا عايشين في عصر بنستهلك فيه موارد الكوكب أسرع بكتير من قدرته على التجدد، لدرجة إننا في نص السنة بنكون خلصنا ميزانية الأرض السنوية، وبنبدأ نمد إيدنا ونستلف من رصيد الأجيال اللي لسه ما جاتش. النهاردة احنا هنشوف إزاي بنسرق من بكرة عشان نعيش النهاردة، وليه اليوم اللي الأرض فيه بتقول لنا خلاص شطبت بيجي بدري كل سنة عن اللي قبلها. واليوم ده اسمه Earth Overshoot Day، أو يوم تجاوز موارد الأرض. وده مش بنحتفل فيه بالأرض، لأ، ده اليوم اللي العلماء في Global Footprint Network، شبكة البصمة العالمية، بيعلنوا فيه إننا رسمياً خلصنا حصتنا من موارد السنة دي. يعني لو الأرض دي بنك، فإحنا يومها بنسحب آخر قرش لينا في الحساب، وأي حاجة بنستهلكها بعد اليوم ده هي قرض بفوائد مرعبة بنمضيها على نفسنا وعلى أولادنا. الموضوع ده بدأ يظهر بوضوح من السبعينات. وقتها كان اليوم ده بيجي يوم 30 ديسمبر، يعني كنا يدوب بنخلص الموارد على قد السنة بالظبط، والأرض بتلحق تتنفس وتجدد اللي خدناه. بس مع الانفجار الاستهلاكي بدأ اليوم ده يرجع لورا. في الثمانينات وصل لأكتوبر، وفي التسعينات لسبتمبر، ولدرجة أنه في السنين الأخيرة وصل لشهر يوليو وأغسطس. إحنا بنخلص مجهود الأرض في 7 شهور، وبنعيش ال5 شهور اللي فاضلين على السلف. وللأسف الأرض ما عندهاش بنك دولي بيدي قروض سددها فلوس، إحنا بنستلف من البيئة البيولوجية للمستقبل. إحنا حرفياً بنصطاد سمك أكتر ما البحر بيلحق ينتج، وبنقطع غابات أسرع ما الشجر بيلحق ينمو، وبنرمي كربون في الجو أكتر ما الكوكب بيقدر يتعامل معاه. في علم الاقتصاد لو صرفت أكتر من دخلك بتفلس، وفي علم البيئة إحنا بقالنا سنين عايشين في حالة إفلاس بيئي مستمر. وعشان نفهم العملية الحسابية دي بتتعامل إزاي، الأرض عندها حاجة اسمها بايو-كاباسيتي، قدرة بيولوجية إنها تجدد نفسها. والعلماء بيحسبوا كل حاجة بالورقة والقلم، مساحة الأراضي الزراعية، الغابات والمباني، وحتى كمية السمك في المحيطات. وبكل بساطة بيقسموا إنتاج الكوكب على استهلاكنا، والنتيجة بتطلع لنا باليوم والساعة. لما بنقول إنه يوم التجاوز كان 31 يوليو، ده معناه إنه البشرية استهلكت في 7 شهور بس قد اللي الأرض تقدر تديهولنا في سنة كاملة. وعشان تبقى الرؤية أوضح، خلينا أقولك إنه اليوم ده مش ثابت لكل الناس. لو العالم كله عاش بنفس نمط حياة المواطن في قطر مثلا، كنا هنخلص موارد الأرض في شهر فبراير. ولو عشنا كلنا زي أمريكا، كنا هنحتاج 5 كواكب أرض في السنة عشان نكفي طلباتنا. والكلام ده مش مبالغة، ده موثق في Living Planet Report، تقرير الكوكب الحي الصادر عن الصندوق العالمي للطبيعة WWF، اللي بيراقب حالة كوكب الأرض وتأثير استهلاكنا عليه. بص للي عندك دلوقتي، الموبايل اللي في إيدك، الهدوم اللي لابسها، والأكل اللي في تلاجتك، كل قطعة فيهم هي مورد اتسحب من مخزن الأرض. والمشكلة زي ما قلنا هي إننا بنستهلك نصيب ناس لسه ما جاتش الدنيا أصلاً. تخيل إنك ورثت عن أهلك مزرعة كبيرة بتطلع خير يكفيك أنت وعيلتك ويتبقالك، بس بدل ما تحافظ عليها قررت تبيع الأرض حتة حتة عشان تصرف على رفاهيتك النهاردة. لما ابنك يكبر ويطالب بحقه في المزرعة هيلاقيها صحراء. أهو ده اللي احنا بنعمله. احنا مش بس بنخلص الموارد، احنا بندمر القدرة على إنتاج الموارد دي تاني. والعلماء بيسموا ده intergenerational theft، السرقة العابرة للأجيال. لو سألت أي حد النهاردة إيه هو مقياس نجاح أي بلد، هيقولك فوراً النمو الاقتصادي. لازم الأرقام تزيد، والإنتاج يعلى، والاستهلاك يكتر كل سنة أكتر من اللي قبلها. بس هل حد فينا سأل نفسه إزاي بنحاول نحقق نمو لا نهائي على كوكب محدود؟
إحنا عايشين في كذبة كبيرة اسمها إنه السعادة مرتبطة بالامتلاك. بقينا بنشتري حاجات مش محتاجينها عشان نبهر ناس مش بنحبهم بموارد مش بتاعتنا أصلاً. الشركات بتصمم منتجات فيها تقادم مخطط، يعني مصنوعة بعمر قصير عشان تبوظ بسرعة وتضطر تشتري غيرها. والموضة السريعة بتغير المعايير كل أسبوع عشان تحس إنه اللي عندك قدم ولازم يتغير. وهم الرفاهية ده هو المحرك الأساسي لعملية السطو. إحنا بقينا بنقيس التقدم بكمية الزبالة اللي بننتجها، مش بجودة الحياة اللي بنعيشها. لو بصينا على خريطة العالم النهاردة هنكتشف إننا مش كلنا حرامية موارد بنفس الدرجة، بس كلنا بنغرق في نفس المركب. الحقيقة الصادمة إنه في دول عايشة رفاهية مرعبة على حساب موارد دول تانية، وده اللي الخبراء بيسموه إيكو كولونياليزم، الاستعمار البيئي. لما بلد تخلص ميزانيتها البيئية في أول شهرين من السنة بتكمل باقي السنة وهي حرفياً بتشفط موارد من قارات تانية. يعني الغني بيستهلك في الشمال والفقير في الجنوب هو اللي أرضه بتدفع الثمن. غاباته بتتقطع وميته بتقل عشان يكفي طلبات التصدير لغيره. خد عندك مثلا الأفوكادو أو الكينوا، طلب السوق الأوروبي والأمريكي العالي عليهم خلى دول في أمريكا اللاتينية زي تشيلي وبيرو تستنزف مياهها الجوفية بالكامل عشان التصدير، لدرجة إنه أهل المناطق دي ما بقوش لاقيين مية يشربوها. وعندك كمان الغابات في إندونيسيا اللي بتتحرق عشان زيت النخيل اللي داخل في كل أنواع الشوكولاتة والمنظفات في بيوتنا. المفارقة هنا إنه العدل غايب تماماً. الدول اللي بتساهم بنصيب الأسد في استنزاف موارد الكوكب هي آخر دول بتتأثر بالكوارث الناتجة عن الاستنزاف ده، لأنه عندها فلوس اللي تحميها مؤقتاً. أما اللي ما عندوش بيلاقي نفسه في مواجهة مباشرة مع أرض ناشفة وبحر فاضي. كل ما تفتح التلفزيون تسمع عن التنمية المستدامة والطاقة الخضراء، كلام جميل، بس ليه رغم كل المبادرات دي يوم التجاوز لسه بيجي بدري كل سنة؟ وفي رأيي الشخصي ده بيحصل لأننا بنحاول نحل المشكلة بنفس العقلية اللي خلقتها. احنا محبوسين في فخ النمو اللانهائي. النظام اللي احنا عايشين فيه مصمم انه لازم ينمو عشان ما ينهارش. بس في فكرة بدأت تظهر دلوقتي اسمها degrowth، تراجع النمو. الفكرة دي بتقول ببساطة احنا مش محتاجين ننتج أكتر، احنا محتاجين ننتج أصح وأذكى. يعني مثلا مش محتاجين موبايل يتغير كل سنة، احنا محتاجين وقت أكتر وصحة أحسن وعلاقات أقوى. الهروب من الفخ مش معناها إننا نرجع نعيش في الكهوف، لأ بالعكس، ده معناها إننا نتحرر من عبودية الاستهلاك اللي بتمتص دمنا ودم الأرض. احنا لازم نبدأ نسأل، هو احنا بننتج كل ده لمين؟ وليه؟ لو فضلنا ماشيين ورا وهم إنه الأكتر هو الأحسن هنفضل ننهب في الأرض لحد ما نلاقي نفسنا في طريق مسدود. لازم نخرج من فخ النمو ونبدأ نفكر في اقتصاد بيحترم حدود الكوكب. طيب، هل في مخرج؟ هل ممكن نرجع التاريخ لورا ونخلي يوم التجاوز يرجع لنهاية السنة تاني؟ الإجابة أيوة ممكن، بس لازم نغير مفهومنا عن الحياة الحلوة المريحة. احنا محتاجين نعمل اللي نقدر عليه عشان نتحول لنظام circular economy، الاقتصاد الدائري. والنظام ده مفهوش حاجة اسمها زبالة، لأن كل نهاية هي بداية لحاجة تانية. روشتة البقاء بتبدأ بكلمة واحدة: الكفاية. لازم نشتري على قد استهلاكنا ومن غير هدر، ونعيد تدوير هدومنا القديمة ونشتري اللي محتاجينه بس، ومنرميش أكل على قد ما نقدر. لازم نرجع نقدر قيمة الحاجة اللي في إيدنا، العودة للمحلية، إننا ناكل من أرضنا ونصلح هدومنا ونشتري من جارنا، ونقلل اعتمادنا على الشركات العابرة للقارات اللي بتشحن الموارد من آخر الدنيا عشان توفر لنا رفاهية لحظية. الموضوع محتاج ثورة في التصميم كمان. لازم نصمم مدن بتمشي وبتركب عجل، مش مدن محبوسة في زحمة العربيات. ونصمم بيوت بتتنفس مع الطبيعة،
مش محتاجة تكييف شغال 24 ساعة. السعادة مش في كتر الكراكيب اللي بنجمعها ولا في الموديلات اللي بنغيرها كل موسم. السعادة الحقيقية في الاستدامة، في إنك تمشي على الأرض وإنت عارف إن خطواتك مش بتدمرها. كل حركة بنعملها النهاردة بتفرق. لما تختار تشتري حاجة أغلى تعيش معاك سنين بدل ما تشتري حاجة رخيصة تترمي بعد شهر، انت كده بتشد فرامل الاستنزاف. لما تدعم مشروع محلي بيزرع أكل نظيف، انت كده بترجع القوة للأرض مش للشركات اللي بتمتص دمها. الأرض مش ملكنا، احنا مجرد ضيوف عليها. وجودنا فيها مؤقت لكن أثرنا فيها بيفضل، والمسؤولية علينا إننا نسيبها صالحة للعيش. لما نوصل إننا نعيش سنة كاملة بموارد السنة، يومها بس هنقدر نقول إننا بشر ناضجين ومسؤولين. ولحد ما اليوم ده يجي، افتكر دايما إنه الكلام حلو بس الفعل هو اللي هيحدد شكل العالم اللي ولادنا هيصحوا فيه بكرة. أتمنى الحلقة تكون مفيدة وتعجبكم. أنا ريم، ودي كانت قعدتنا النهاردة في بينا كلام. أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.